السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي، وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم عن ممثل مصري راحل اسمه أحمد حافظ. الممثل الراحل أحمد حافظ هو ممثل مصري بدأ مشواره الفني في بداية السبعينات، ومرصود لي أكثر من 120 عمل فني شارك فيهم، ومنهم مسلسل لص الثلاثاء سنة 1977، ومسلسل ريش على ما فيش سنة 1978، وكمان مسلسل أفواه وأرانب سنة 1978، ومسلسل الأيام سنة 1979، وشارك في مسلسل دموع في عيون وقحة عام 1980، وشارك أيضا في مسلسل البركان عام 1984، ومسلسل ليالي الحلمية في 1989، ومسلسل عصر الفرسان، ومسلسل شارع المواردي، ومسلسل الوتد، ومسلسل الإمام الترمذي، ومسلسل عفاريت السيالة سنة 2004، ومسلسل أوراق مصرية سنة 2004، وشارك في فيلم رجل اسمه عباس، وفيلم احنا بتوع الاتوبيس، وفيلم البطنية، وفيلم ليلة القبض على فاطمة، وفيلم المذبح، وفيلم الناظرة الأخيرة، وفيلم هي والعملاق. الفنان الممثل المصري الراحل أحمد حافظ تاريخ ميلاده كان 18 إبريل عام 1940، وتاريخ وفاته كان 7 فبراير 2011. يا عمدي ما احنا قاعدين وبنسمعوا شيء قوم جدك البلد. كنا نتحدث عن الممثل المصري الراحل أحمد حافظ وممثلين زمان ونجومنا الخالد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.